السنه دول مش مسجلين والظباط اللي موجودين ما يعرفوهمش، فبقى عندك شريحه جديده ما انتش عارف توصل لها. خلينا نشوف جنازه الشهيد ونرجع لحضراتكم تاني. بالنسبة لحازم كان عمله في إدارة تأمين الطرق والمنافذ، وهذا العمل بنأكد على حتة إن هو عمل بيتفانى في أدائه. الكل مش حازم فقط، ولكن حازم يعني في حتة كده بتميزه، بيتفانى في أداء عمله، مات وهو بيؤدي عمله. نتمنى إن شاء الله إن الناس تبقى عارفة إن إحنا بنضحي بنفسنا ودماءنا بتسيل على الأرض في كل حتة علشان خاطر شعب مصر، وعشان خاطر امان واطمئنان الناس اللي ماشيه في الشارع والناس اللي قاعده في بيوتها والناس اللي بتشتغل. بس اعتقد دلوقتي اللي كان بيقول لك الشرطه فين، الشرطه اهي، وراحت فين وعشان مين؟ عشان خاطر شعب مصر. احنا كلنا حازم الله يرحمه كان انسان جميل، انسان محترم، بيحتسب عند الله شهيد، الله يرحمه. الدفاع الشرعي ده حق مكفول بالنسبه لضابط الشرطه. اي ضابط شرطه، والكلام ده انا قلته، اي ضابط شرطه بيتعرض لاي محاوله للاعتداء عليه يدافع عن نفسه بكل الوسائل المتاحه. البقاء قدام الله خالص. التعازي لأسرة الشهيد ولوزارة الداخلية ولكل زملائه الأعزاء. الأرقام موجودة اهي، أي حد عنده الفيديو بتاع الحادث يتكرم ويتصل بيها، وممكن الداخلية تبعت له حد ياخده. الدكتور عصام شرف